السلام عليكم ورحمة الله. الله يهديك يا محمد شمس الدين. الآن اشتهرت له فتوى بأن الاحتفال بعيد الميلاد السنوي لأطفالنا لأنفسنا لأزواجنا هذا أمر دنيوي بحت ولا دليل عليه. فتح على نفسه وعلينا بابا. خلينا نشاهد هذا الفيديو سويا. تفضل. نحن قلنا انه عيد المولد النبوي هذا حرام لانه شعيره دينيه ويعني مخالف للشعائر الدينيه الاسلاميه، لكن هو سالني عن الاحتفالات الشخصيه، هذه ما في دليل على حرمتها. إذا قال لكم هؤلاء الذين يحرمون المولد ويكفرون الأمة. يا كذاب، مسكتك. ويكفرون الأمة. ألستم تستدلون بكلام ابن تيمية أن العوام الذين يفعلون المولد تعظيما ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يؤجرون على هذه النية؟ ألست أنت الذي فتحت الكتاب وقلت للناس انظروا، هي طريقتك، انظروا ابن تيمية يقول كذا وكذا. لمن هذا الكتاب؟ لإمامهم الأول ابن تيمية الحراني، اقتضاء الصراط المستقيم يسميه. اسمعوا ماذا يقول: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم. هذا ابن تيمية. اسمعوا ماذا قال: لحسن قصده. فشفت أنك كذاب ومتحامل. هذه نقطة. النقطة الأخرى يا شيخ محمد شمس الدين، هذه شعيرة نصرانية. النصارى الآن لا يبالون بأمر الدين. هم الآن اتخذوا 25 ديسمبر احتفالا بمولد عيسى، بس لا دين لهم، مش أنه يتقربون إلى الله بذلك. لكن المشكلة الأكبر هنا أن شعيرة الاحتفال بالمولد الشخصي اعترف النصارى أن لها أصولا شيطانية، ولذلك رأيت بأم عيني بعض الاحتفالات بالمولد توضع الكيك والشموع، ثم تحدث هناك حركات شيطانية بما يسمى بالبارانورمال. والله رأيت ذلك بأم عيني. فالاحتفال بمولد الأحباب والأبناء مع إحضار كعكة، وضع شموع والفرح، هذه سنن نصرانية أيضا. لا يقال أن هذا أمر دنيوي بحت، وبالتالي لا دليل على حرمته. أقل ما فيها أنهم سوف يلزمونك ويقولون يعني ولدك أحب إليك من نبينا صلى الله عليه وسلم. لا والله سوف نحتفل. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Christina. Happy birthday to you. Yeah. Love you candles out, girl. She gonna blow it out? Yeah. You gonna cut the cake up, Mama, or you want me to? Go ahead, I'm running the camera. Alrighty. Daddy's cutting the cake. Did you like the bicycle and stuff you got for your birthday? Oh my God, Tommy, it's gonna start again. Oh my God, dang no. It ain't gonna mess everything up. He's gonna mess this up for everybody now. Come on, sissy. Come on, baby, come on. I don't know what's gonna happen. Come on. It's ridiculous. Heck, I'm sorry, baby. Seems like it's messing everything up for a second. It's okay, it'll be alright. God, we should have had this at Jerry's house. Okay, it might not It's do just anything else, okay? this stuff is starting again. You're alright. I'm sorry, You'll sweetie. be okay. I'm so sorry. God damn! Oh God! What the hell is going on? Go to the front room. Go to the front room, girls, go. Oh God! Oh my God! Miss Nick. Let's get out of here, come on. Let's go to the living room, go. هذه واحدة من عشرات الحوادث رأيتها عند حفلات المولد. أقل ما في الأمر أنك تفتح على نفسك بابا وعلينا بابا، فيقول لك الناس والعوام سوف يصدقون بذلك ويتأثرون عاطفيا بهذا الرد المغالط. يعني أولادك أغلى عندك
من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله، نحن سوف نحتفل بميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم لأننا نحبه، هكذا يقولون. فلماذا تفتح هذا الباب؟ خلينا نكمل. على كل حال، هذا طبعا الشيخ محمد شمس الدين حبيب إلى قلبي، لكن الحق أحب إلينا من محمد شمس الدين ومن نفسي. كمل. لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لفعله أبو بكر، لفعله عمر. كيف بتردوا عليهم؟ اسمعوا وانتبهوا جيدا. تقولون لهم طيب ليش الموسيقى؟ ليه العجقة؟ حتى تؤججوا الناس عاطفيا ويتقبلوا بالردود التي ليست علمية. ليش الخلفية الموسيقية التشويقية؟ نكمل. هذه القاعدة التي شرحها علماء الأصول. شو هي هذه القاعدة؟ الترك لا يعني التحريم. مين إني هالعلماء اللي قالوا الترك لا يعني التحريم؟ مين إني؟ أعطيني من السلف الصالح، التابعون، تابعوا التابعين، البخاري، الإمام مالك. أعطونا. قال علماء الأصول. مين إني؟ بل قال الإمام مالك: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها أو لا يصلح. هذا كلام الإمام مالك. هل كان الاحتفال دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن لا يكون دينا. وهناك إجابة أخرى بسيطة: هل يؤاخذني ربي يوم القيامة إذا لم أحتفل؟ هل يقول لي لماذا لم تحتفل؟ لكن يلومكم على تفريق الأمة بسبب بدعة تدافعون عنها. نعم، الأمة بحاجة إلى الوحدة، والبدعة تأتي لتفرق الوحدة، فأنتم المسؤولون لسنا نحن. إذا دافعنا عن السنة اقتداء بكلام الإمام مالك: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أنتم تحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دينا وتقربا إلى الله. طيب لم يكن يومئذ دينا، ليش اليوم بيكون عندكم دينا؟ كمل. شو يعني؟ اسمع معي وركز. إذا بدنا نحط لوح مثلا ونكتب على هذا اللوح الأشياء والأعمال المباحة الحلال التي لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي لم يقل افعلوها، تجي معنا بالمئات أو بالآلاف أم لا؟ فهل لكون الرسول لم يفعلها صارت حراما؟ شفتوا كيف؟ لكن النبي ما قال اركبوا القطار اللي ما كان عنا. لا تركبوا الطائرة التي لم تكن عندنا، بدعة. لا تستعملوا الميكروفون الذي لم يكن عندنا، بدعة. هذا الجاهل الألد الخصم لا يعرف معنى وسائل تحقيق العبادة، وسائل تحسين العبادة. هذه ليست بدعا في ذاتها. ما تحتاجه الأمة لتحسين العبادة لا يكون بدعة تناظرون عليها وتجادلون بسببها. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. جيبوا لنا قاعدة الترك لا يعني التحريم، لكن عندنا قاعدة ربانية قرآنية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شفتوا أدلتنا قوية، ما بتحتاج إلى خلفيات موسيقية تأجيجية حتى تساعد على ابتلاع الطعم. كمل. الترك لا يعني التحريم. هيدي القاعدة يا إخوان أكثر من يستدل بها الرافضة. في خلال 30 سنة مناظرات أنا والرافضة كانوا دائما يحتجون علي بهذه العبارة: الترك لا يعني التحريم.
هذه العبارة ترك لا يعني التحريم تفتح أبواب البدع كلها وتؤدي إلى إلغاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وتؤدي إلى معارضة هذا التحذير النبوي المتضمن في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. ما أمرنا أن نحتفل أو أن نبتدع. إذا رأيتم اختلافا فعليكم بسنتي. طيب نحن نختلف حول المولد، ماذا نفعل؟ فعليكم بسنتي. لا الرسول احتفل ولا الصحابة احتفلوا. الآن إذا اختلف الناس، فريق يحتفل وفريق لا يحتفل، أنتم مع مين؟ مع النبي الذي لم يحتفل، مع الصحابة الذين لم يحتفلوا، ولا مع الذين يحتفلون؟ شفت يا جميل حليم؟ كمل. أي زندقة أي ضلالة أنتم جئتم بها؟ أبو صياح وطينا صوتك شوي. لا، عامل عنتر وين؟ في مكانه في مسجده بين جماعته. عنتر تفضل رد علينا. لا تستطيع أن ترد. هذه البدعة الضلالة التي الآن من لا يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أي زندقة هذه؟ الله أكبر، صرنا زنادقة إذا ما وافقناكم على بدعة الاحتفال بالمولد. وعادة يقول جميل حليم: نحن نحتفل شكرا لله على إحياء نبيه صلى الله عليه وسلم. لازم الشكر، لازم نشكر الله على خلق نبيه صلى الله عليه وسلم. ما نكون مثل النبي اللي ما احتفل، ما بنكون مثل الصحابة اللي ما احتفلوا ولا شكروا. لا النبي شكر ولا الصحابة شكروا. بس نحن الصوفية القادرية الرفاعية الصوفية الشاذلية الأشعرية الماتريدية، نحن الذين نشكر الله. أما محمد وأصحاب محمد ما شكروا الله. لو شكروا لاحتفلوا. النبي شكر الله على نجاة موسى، هذا الشكر مشروع، نعم، لكن ما شكر الله على شو اسمه. وهذا الشكر مفروض يكون في حق كل الأنبياء. يعني عندنا مثلا إذا قلنا في 100,000 نبي، مفروض يكون عندكم 100,000 احتفال، لأن الشكر ليس فقط بإبراز نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما بخلق كل الأنبياء. شفت كيف؟ وإلا اعدلوا، شكر الله على نبي واحد مش على الآخرين، اعدلوا. جئتم بها أن ضللتم الأمة وكفرتم الأمة. كذاب لك. أنسيت يا جميل حليم أنك أمسكت بكتاب ابن تيمية وقلت: انظروا، يقول ابن تيمية: فتعظيم المولد الذي يفعله الناس العوام يؤجرون على محبتهم وحسن نيتهم، هم جهال فيؤجرون على ذلك. ما قال ابن تيمية يكفرون لذلك. يا كذاب، تريد أن تؤجج الناس عاطفيا فقط. نحن ما عندنا هالشيء، وأنت تعرف أنا لا أصرخ في محاضراتي، وحينما ممكن بعض المرات في مناظرات يحدث فيها صراخ، لكن الكلام العلمي لا يحتاج معه إلى صراخ وإلى أوركسترا. فرض النور من فمه لا تنساك مولانا سمضاء مسعانا. نحن ما بحاجة إلى أوركسترا مثل اللي عندكم، نحن نبين الحق، والموعد الله يوم القيامة. فصراخك ونباحك ما بينفع أمام الكلام العلمي الرزين الذي عليه نور. شوف كما قلت، الآن نحن اختلفنا، نحن فريقان، فريق لم يحتفل وفريق احتفل. أنت مع مين بدك تكون؟ مع اللي ما احتفلوا
ولا مع اللي احتفلوا؟ طيب من جملة اللي ما احتفلوا محمد وصحبه والتابعون، حتى ما تقولوا أصحابه شبعوا منه، أصحابه نحن ما شبعنا، نحن بنحبه بس ما شبعنا منه. هذه طريقة التلبيس التي نزلت على 8 أحرف، منها حرف راس النبع. نحن ما احتفلنا، نحن ما شبعنا منه، الصحابي شبعوا منه. كمل يا دجال. أي والله دجال. كمل يا دجال لبنان. أنتم من جئتم بالبدعة الضلالة، وأما ما عليه أهل الإسلام من الاحتفال بالمولد النبوي. عفوا، أهل الإسلام من ضمنهم الصحابة ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولا ليسوا من أهل الإسلام؟ شفتوا كيف؟ كيف أنا بقفشه بسهولة، كلام واضح عليه نور، ولا يحتاج إلى أوركسترا وأصوات تهييجية، ما بحاجة. عفوا على كلمة تهييجية. هلا الآن هذا بخلينا نفتح موضوع فتوى الحبشي بجواز مشاهدة الأفلام الإباحية التهييجية. يلا كمل يا زملو. الشريف فهو جائز بأدلة القرآن والأحاديث النبوية وإجماع الله أكبر، بالقرآن والسنة النبوية وإجماع مين؟ العلماء. كيف ينعقد إجماع بدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ شو هالإجماع هيدا؟ معقول يحصل إجماع وقد خالفه النبي وأصحابه؟ الأدلة القرآنية اللي أنتم ما أتيتم بشيء منها إلا مثلا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحن عم نفرح. وليش هذا محمد وأصحابه ما فرحوا ما طبقوا الآية؟ والسنة النبوية وين؟ ما في، بل هي سنة نصرانية باطنية أخذ فكرتها من النصارى المعز لدين الله الفاطمي وابتدعها داخل الإسلام. هذه سنتكم سنة الشيعة الرافضة. وإجماع الأمة، وين الإجماع؟ لو وزن النبي بالأمة لا رجح، ولو وزن أبو بكر بالأمة ليس فيها محمد صلى الله عليه وسلم لا رجح، واثنين ما احتفلوا. انتوا مع مين؟ نحن ما شبعنا منه. طيب ليش الله ما شرع لكم ما يشبعكم؟ شفتوا الأدلة العلمية لا تحتاج إلى موسيقى وخلفيات موسيقية. ليش الله ما شرع لنا ما يشبعنا؟ لماذا ما شرع الله لنا ما يشبعنا؟ حتى نشبع منه، محرومين منه. روحوا طبقوا سنته وأطيعوا أمره، هيك بتكونوا شبعتوا. كمل يا القرن السابع وإلى اليوم، من 675 للهجرة وإلى اليوم الأمة كلها تحتفل بالمولد. دخلك ليش من القرن السابع فما فوق؟ خليها من القرن السادس، لما المعز لدين الله الفاطمي اللي كانوا محتلين القاهرة هن اللي ابتدأوها. وبالمناسبة حتى هالفكرة ما خطرت لأبي حامد الغزالي اللي عمل موسوعة سماها إحياء علوم الدين، 5 مجلدات. طبعا المجلد الخامس دفاع حول قوله ليس في إمكان الله أن يخلق خلقا أفضل مما خلق. ليس، واختصرها بعبارة ليس في الإمكان أفضل مما كان. حتى أبو حامد الغزالي ما دعا إليها ولا خطرت في باله. قال الأمة كلها إلا محمد وصحبه والتابعون، كلهم هذول مش من الأمة ولا يا جميل. كمل يا جميل. وعندنا مئات وأعني ما أقول، مئات أسماء العلماء والحفاظ والفقهاء والمحدثين والأولياء والملوك والأمراء والسلاطين إلا محمد والصحابة أجمعين.
والسلاطين. ها ايه علماء، مين العلماء؟ بين أشعري وبين صوفي، وقائل بوحدة الوجود، وقائل أن وجود الله مجازي وأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم. ضيعوه. وين الله؟ بالمناسبة إذا الله ما له وجود عندكم، وجوده مجازي كما أثبتت ذلك، أحد الأشاعرة صرخ بها وقال وجود الله مجازي. ليش نصلي له؟ حدا بيكون وجوده مجازي ومنصلي له؟ حتى تعلموا يا أخوان الإلحاد الأشعري، الإلحاد الأشعري. فإذا وين محمد وأصحابه؟ ليس لهم قيمة، ليس لهم وجود. يعني عندك ما لهم قيمة. كمل. ممن ألفوا في جواز المولد أو احتفلوا أو استحسنوا أو أفتوا بجواز ذلك، ومن أراد أن يرى العدد وأسماء الكتب وأسماء العلماء والتواريخ فليراجع كتاب الكوكب المنير بجواز الاحتفال بمولد الهادي البشير، أو أنه يرجع إلى كتاب المولد الشريف الحبشي الذي زعم فيه شيخك صاحب الأفلام الإباحية بورنو، شيخ هارارو بورنو الذي قال أن الله أمر بتوزيع الشراب على المعازيم. أي والله، أي والله، الله أمر جبريل أن يوزع الشراب بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم ضجت الملائكة، والله هذا كلامه، ضجت الملائكة إلى باريها. هذا من الصفحة 8 للصفحة 11 من كتاب المولد الشريف اللي أخفوه، ما عادوا بيحكوا عنه وما حيردوا على كلامي. أتحداكم أن تقولوا دمشقية كذبت حول كتاب المولد الشريف، لأنه عندي من أول صفحة فيه لآخر صفحة فيه، وعندي كتبكم القديمة اللي كنتوا تحطوا في مؤخرتها لائحة بأسماء الكتب، كتب الحبشي، منها كتاب المولد الشريف. اوعى بتحداكم تقولوا أنت تكذب دمشقية. في هذا الكتاب يقول الله للملائكة لما ضجوا يعني اعترضوا على الله: إلهنا قبضت روح حبيبك محمد. فقال الله: اسكتوا يا ملائكتي. هيك الله بيقول للملائكة اسكتوا، يعني اخرسوا. شفت شيخك اللي صار وزنه قد مثل ضمة الكزبرة لما مات، قاتله الله. أسأل الله أن ينتقم منه شر انتقام على ما أفسد في لبنان، وأخرج مجموعة منهم من طائفة أهل السنة والجماعة. يا أنصار حافظ بشار، يا أنصار قوات الصاعقة السورية، منظمة الصاعقة السورية، يعبشوا عليكم، إلكم عين تحكوا. كمل. فيه نحو 300 كتاب وعالم واسم ومفتي وقاضي وحافظ ومحدث وإمام ومفسر. قريب دخلك من بينهم حدا من القرون الأولى؟ لا. طيب القرن الرابع؟ لا. طيب القرن الخامس؟ لا. في أواسط القرن الخامس، يوم اللي احتل الباطنية القاهرة وأحدثوها. فأنت على سنة رافضية لا محمدية. كمل نشوف. 300 اسم، كل هول ضلال، كل هول كفار. ابن حجر العسقلاني ما كفرنا، بس هو لابد يذكر كلمة التكفير حتى يأجج الحقد. هذا الرجل مولد، مش مولد كهرباء، مولد حقد. ليش ما بتجيب ولو فتوى واحدة من عندنا مشايخ السلفية أنهم كفروا من يحتفل بعيد المولد النبوي؟ واحد بس. كذاب. كمل. كذاب. السيوطي، السخاوي، شيخ الحفاظ العراقي، كل هول ضلال. حاشا والله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الأكثرية للأسف الشديد على الضلال في هذا الموضوع، وعندهم ضلالات أخرى
منها استوى استولى، يده قدرته، ومنها ما في الوجود إلا الله وأفعاله. هذا الغزالي. شو بدنا نفتح هلا؟ شو بدنا نفتح من السجلات لنفتح؟ ولكن نذكر بكلمة للفضيل ابن عياض قال فيها: اتبع سبل الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. بهذا كفاية، في هذا كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله. من ينظر إلي يتفرج على الأفلام الخلاعية ما حكمه؟ الذي يتفرج عليها ونفسه تنجر إلى المعصية التي يشاهد هيئتها في الفيلم، حرام عليه أن يتفرج عليها. أما الإنسان الذي لا تؤثر عليه، إنسان متزوج وهو مقتنع بزوجته، نفسه لا تحدثه مهما رأى في الأفلام الخلاعية، لا تحدثه نفسه أن يفعل هذا، يطبق هذا الفعل الحرام. هذا ليس حراما عليه إن تفرج، ليس حراما. نعم ليس حراما. هذا يرى المرأة حقيقتها، شخصها الحقيقي، لا، إنما هذا خيال، ليس حراما على الذي لا يتأثر.